احلى ملاح تقلية لعيونكم. ناس كتار طلبوا مني ملاح التقلية وانا قبل كده نزلته، بس حنزله لكم تاني لانه من الوصفات المهمة جدا في رمضان. تكات بسيطة كده وسريعة بتظبط لنا احلى ملاح تقلية. محتاجين 3 معالق كبيرة زيت او سمنة، انا بستخدم سمنة للامانة. بعدين بحط 3 بصلات كبيرة او بس 4 بصلات متوسطة، وابدا اقلب البصل مع الزيت لحد ما يدينا اللون الذهبي الجميل ده. بعدين هضيف لهم ربع لحم مفروم وحبة كزبرة. في المرحلة دي ما دارين أي بهارات، نبدأ نقلب اللحمة مع الكزبرة مع البصل لحد ما اللحمة تنقط. بعدين هضيف لهم معلقة كبيرة صلصة وتاني أقلبهم مع بعض. لازم الخطوة دي مهمة جدا. بعدين هضيف الطماطم المخلوطة. أنا بشيل قشرة الطماطم يعني، لو ما عايزين تشيلها ما ضروري يعني، الخطوة دي اختيارية. بعدين موية سخنة ورشة سكر، وخليهم على نار بسيطة جدا شمعة لحد ما كلهم يتسبكوا. السكر يا اخوانا بيعادل حموضة الطماطم وبتديها نكهة حلوة. بعدين التقلية بجد بتديها طعم حلو. نار شمعة لحد ما الصلصة تنقط وتتسبك معانا كويس كده. هشيل وش الملاح وخليه برا للتزيين. بعدين هضيف ملح وحبة فلفل وبابريكا، دي اختياري، الناس اللي ما بتحبها ما ضروري، وكزبرة ومعلقة كبيرة ويكا. الويكا لو سمحة ورهيبة معلقة كبيرة كفاية، بعدك حسب نوع الويك اللي عندكم. كده الملاح جاهز. هرجع تاني وش الملاح وتكون جاهزة للتقديم. حقيقة يا اخوانا ما قادرة احكي لكم، تكات بسيطة ورهيبة وطعم خيالي. بالعافية عليكم.